طبعا طبعا توالت هزايم فريق وادي دجله، وشفناه خسر 6 مباريات. يعني ده برضه من اعتقد اكتر فريق. ما اعتقدش فيه الجونه برضه خسر. ما فيش حد خسر 6 مباريات. 6 مباريات يعني 6 مباريات من مجموع مبارياته كلها. هو والمقاولين العرب 2 بس. المقاولين العرب 6 مباريات ووادي يعني دجله 6 مباريات 6 مباريات يعني بالظبط فعلا كده. ما كانش قوي الفريق. يظهر ان صاحب بالين المهندس ماجد يعني انشغاله بفريق ليرز البلجيكي جاء على حساب فريق وادي دجله وان كان في المركز ال11 يعني ما زال عنده فرص و10 نقاط. ما هو واخد. يعني ما هوش ال ما هو لعب 16. كل مبارياته. ما في تحت منه لا برضه انا بس لعب. كنت عايز اقول ان المدرب البلجيكي اللي جابه ده من اول الموسم والتر مويس. والتر مايس، في حد قال لنا عليه انه مدرب فاشل جدا قبل الموسم ما يبدا، وقالوا يعني مش عارف ازاي، وحذروا ان المدرب انه هيجيبوه حد مصري في بلجيكا ومش هقول اسمه. قال انه مدرب فاشل جدا جدا قبل الموسم ما يبدا. وطبعا واضح انه النتائج اهي 6 هزايم. نعم. بالنسبه للمباراه طبعا ان يحقق الفوز ده الجول اللي كانوا متشككين، وانت يمكن في التحليل بتاعك قلت ان الكوره ما كانش فيها تسلل سليمه. واللاعب ده نداي ده ايه، زئيري ولا كونغو ولا منين مش عارف. الحقيقه انا برضو لا هو سنغالي. سنغالي. نعم. نداي ده يبقى سنغالي.